وانا كنت طالبا في كليه الزراعه جامعه القاهره. انا فاكر في خطبه قال نحن نجحنا في اداره قناه السويس وفشلنا في اداره قصر العيني. كان ليها فيها مشاكل في مستشفى قصر العيني. فعبد الناصر العظيم قال ان الثوره المصريه بكل هذا الزخم اللي كان موجود في وجود عبد الناصر زعيم الامه انها نجحت في اداره القناه، هذا المرفق الدولي الرهيب، وفشلت في اداره مستشفى. الاداره ده علم وفن وتجربه وتاريخ وضمير وفهم وثقافه. الاداره شيء اللي انا عايز احيي حسن حمدي بشكل حقيقي وبجد، لانه حسن حمدي في هذه الفتره التي قضاها الى جوار عمه صالح من ايام ما كان معه عضو الاداره ثم وكيلا للنادي ثم مستكملا لفتره. لا ده كان مدير كوره كابتن حسن، وبعدين عضو مجلس اداره، وبعدين نائب، وبعدين رئيس. نعم. يعني هو مر بكل الظروف الانسانيه اللي انا متصور ان هذه خشبه بيمر بيها دلوقتي. شكلها كده كأن احنا داخلين على تربيه كوادر زي ما قال حسن من شويه. نعم. هذه اداره النادي الاهلي شيء الانسان يفرح بيه يفخر بيه. النادي الاهلي يدار بشكل حقيقي وشكل محترم وشكل جيد جدا، يعني يفخر بيه كل اهلاوي. وانا هجوز انا عاجز منكم كتير في النادي ده. انا من ايام عبود باشا وبتاع، انا كان ربنا يديك الصحه. فكري باشا عباظه، فانا من الناس انا قريب حب ابو المعاصي والحاجات دي، فانا قاعد في النادي ده من زمان جدا وعارف المسائل فيه. ما حققه مجلس حسن حمدي للحق وخاصه فيما يخص مدينه نصر ثم الكوره في النادي الاهلي شيء معجز من سنين طويله قوي ما شفناهوش. طب يا عمده عشان تستمر حسن على هذه التجربه العظيمه الرائعه، انما كون بقى الناس تبقى مثل قائمه حرفيا كما اختار حسن حمدي، ولا الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يكون لها راي في هذه القائمه، فلا حجر على احد. نعم. النادي بالديمقراطيه ده الجمعيه العموميه المحترمه بتاع النادي الاهلي ترى رايها، وانا لا اعتقد ان هناك انسان يرشح نفسه ليكون في قياده النادي الاهلي الا وهو جزء من هذا الضمير الكلي والجمعي بتاع النادي الاهلي. هذا التاريخ الطويل المتوارث من الانضباط ومن القيمه ومن الانسانيه. كل التحيه والحب لرئيس ذات النادي الاهلي ولمجموعته ولمجموعه الناشطين من اعضاء النادي الذين رغبون في خدمته. انما المهم ان يظل النادي الاهلي كما عودنا وعود مصر دائما هذا الانضباط، هذا السلوك الاخلاقي القويم، هذا الزخم العظيم من الحب، هذه الرغبه الدائمه في ان يكون النادي الاهلي نادي الرياده ونادي الانتصارات والنادي الاول افريقيا وعربيا. ولو احنا دلوقتي بدأنا نحط رجلنا على العالمية، نرجو ان يستمر هذا. ومع الجيل الجديد هناك تحدي كبير جدا في مدينة شيخ زايد، لان انا من سكان شيخ زايد وبالصوت انا بيت قريب جدا من النادي الجديد للنادي الاهلي. احنا عايزين نناشد الاستاذ الدكتور فتحي سعد محافظ 6 اكتوبر اللي هي محافظة الامل المستقبلي ان تسرع المحافظة في مد موقع النادي بالكهرباء والميه والصرف الصحي ان شاء الله يا عمده. هنتكلم مع كابتن حسن في الموضوع ده. عايزين نبدا بقى نعمل في هذا الصرح العظيم الجديد ان شاء الله. بنشكر طبعا العمده صلاح السعداني فناننا الجميل اللي بيمتعنا، وربنا يديك الصحه والعافيه. كابتن حسن، يمكن احنا اتكلمنا وقلنا اللي بيطلع عن الصف هو اللي بيختار لنفسه. احنا معانا دلوقتي تقرير للمجموعه اللي هي ارض فاتحه معاك، وهنسمع بيقولوا ايه عشان نشوف الكلام منطبق على نفس الكلام ولا لا، ونرجع لحضرتك تاني. اتفضل يا محمد. حضرتك مع القايمه كابتن حسن حمدي ولا مع المستقلين؟ لا، انا مع القايمه قلبا وقالبا. فالقايمه الحمد لله يعني كان اختيارها موفق
والأعضاء القايمة متجانسين ومتفاهمين، وطبعا ده بيبعث على استقرار الأوضاع واستقرار النادي في الفترة القادمة. وبعدين لما نرجع ورا الانتخابات اللي فاتت دي هنلاقي ان القايمة كانت فكر جديد وتجربة جديدة، فالناس كانت لسه مستغرباه وكان أصعب في الاختيار من السنة دي. أما السنة دي فالموضوع أسهل بقى، الناس اعتادت، وبعد نجاح التجربة الناس خلاص منتظرة إن حاجة كويسة بقى للنادي بالقايمة الموحدة. طبعا كلنا في النادي صف واحد وقايمة واحدة وكلنا وراء القايمة دي. يعني حضرتك بترشحي مبدأ القايمة حتى لو خالد ابن حضرتك مش موجود فيها؟ طبعا قايمة واحدة خلاص، كلنا احنا تعودنا كده في النادي الأهلي على ان الرأي واحد، وان مفيش حد يخرج عن النظام والتقاليد طبعا المعروفة بتاع النادي الأهلي، فطبعا كلنا هنرضى سواء موجود او مش موجود. شوف احنا كلنا الحمد لله متفقين على حاجة واحدة، على حب النادي الأهلي. اكيد حب النادي الأهلي بيسبق حبنا لنفسنا. مصلحة النادي الأهلي في المرحلة القادمة، طبعا انت عارف حضرتك ان العدد خفض من 13 بقى 9. كان لازم على رئيس النادي كابتن حسن ان هو يختار هو كرئيس مع 6 بس، فكان لازم طبعا تخفيض العدد. فكلنا اجتمعنا مع الكابتن حسن ورفعنا عنه الحرج ده، وانه احنا كلنا متنازلين على ترشيح لغايه لما حضرتك ترشح المجموعه اللي انت عايزها. كابتن حسن واتفقنا على كده تماما وقرينا فتح، والكابتن حسن مشكورا رشح المجموعه اللي هو عايزها الفتره الجايه دي تبقى معاه جوه، باعتبار ان جوه زي بره بالظبط. احنا طول عمرنا اتعلمنا على كده في النادي الاهلي ان احنا عضو مجلس اداره جوه الباب بتاع مجلس الاداره بس، بره عضو زي اي حد. وانا كواحد من الناس بحب النادي الاهلي سواء كنت جوه كنت بره. فالمبدا عندنا حب النادي الاهلي، مش حب نفسنا او حب للكرسي. وبعدين احنا عندنا دلائل على كده كتير قوي. يعني انا افتكر سنه 96 كنت مع الكابتن محمود الخطيب وكنت بتكلم معاه، كان في انتخابات ساعتها، اتكلم معاه ان هو ينزل انتخابات يعني وبتاع.